النهاردة احنا هنتكلم على انواع الاستثمار العقاري في مصر، وازاي تقدر توظف فلوسك وتعرف انهي تايب او انهي نوع عقاري ممكن يكسبك اكتر. حاليا دلوقتي انا هشرح على الورقة النسب بالانواع، خليكم معايا. انواع الاستثمار العقاري في مصر. قبل ما حضرتك تستثمر لازم تعرف ان الاستثمار العقاري ليه انواع، وكل نوع ليه نسبة ارباح مختلفة عن التاني. بمعنى انت حضرتك لو معاك نفس المليون جنيه هنبتدي ان احنا نحركهم في الانواع دي. لو معاك مليون جنيه واشتريت بيها شقة، الايجار بتاعك السنوي هيكون من 3.5% الى 7%. يعني اللي على المليون جنيه الايجار السنوي بتاعك هيكون من 35,000 ل 70,000 جنيه. وال7% دي لو مكان في كومباوند، العمارة ناصية، شقة بانوراما، بحري، على ووتر فيتشر، يعني فيو مش متكرر داخل الكومباوند اصلا، دي اعلى حاجة. الإداري أو المكاتب الإدارية هتكون من 12% ل 15%. معنى ده الكلام ده إيه؟ يعني الإيجار السنوي بتاعك هيكون من 120,000 ل 150,000 جنيه. المحلات التجارية هتكون من 8 ل 10%. يعني نفس المليون جنيه هتدخلك إيجار سنوي من 80,000 ل 100,000 جنيه. الطبي أو العيادات بتكون 10% بلس، ودي بيبقى ليها حسبة مختلفة، لأن العيادة الواحدة ممكن يأجرها أكتر من دكتور. شفت العيادات مثلا لو 12 ساعة فانت تقدر تأجرها لدكتور 2 دكاترة او 3، فهيجي لك داخلين او 3، لكن اوفر بيكون اكتر من 10%. الفندقي برضو ليها حسبة مختلفة، ولكن هي 15% بلس، وبتتحسب على الورست كيس سيناريو اللي هي 6 شهور في السنة. تمام، لان في اوف سيزونز وفي هاي سيزونز. ده الفروقات الموجودة في انواع الاستثمار العقاري. قبل ما حضرتك تحط فلوسك لازم تبقى عارف ده كويس قوي. السكني ليه مميزات، ان هو ممكن يكون انت بتقدر تجيب حاجة لاولادك، السكن ليك انت، وهكذا. ولكن لو هنحسبها استثمار فهو مش افضل حاجة خالص. الاداري، المكاتب الادارية من 12 ل 15%، والتجاري من 8 ل 10%. فانت لو هتستثمر خليك في الاداري، التجاري، الطبي، الفندقي، ده هيكون افضل لك كتير. ولكن ركز على الاداري والتجاري اكتر اتنين، لان الطبي لازم يبقى فيه شركة ادارة متخصصة تقدر تساعدك في الايجار بتاعك وتوفر لك الدكاترة. لكن الاداري كل الناس عايزة مكاتب وعايزة شركات. التجاري كل الناس بتقدر تفتح محلات وفروع اساسية وفروع فرعية، فانت تقدر ان انت تكسب منه بشكل كويس جدا. طبعا بعد ما شفنا انواع الاستثمار العقاري والارباح بتاعتها او الROI بتاعها كام في المية، ممكن ناس كتير يجي لها فكرة، طيب ما انا احط فلوسي في البنك بتجيب لي 20 او 25%. خليني اقول لك، انا حسبت دلوقتي الROI اللي هو ايه، اللي هو الايجار السنوي على اجمالي ثمن الوحدة. لكن حضرتك لما بتمتلك عقار تحت الانشاء ما بتدفعش اجمالي ثمن الوحدة، بالعكس انت بتقسط الاجمالي ده على 7 و8 و9 سنين. فحضرتك عند الاستلام بتكون دافع 50-60% بس من ثمن الوحدة، والإيجار اللي احنا لسه حاسبينه دلوقتي ده السنوي هيتقسم على المدفوع، وده اسمه ROE اللي هو Return on Equity، يعني الإيجار السنوي على المدفوع، ودي الفلوس الحقيقية اللي خرجت من جيبك. النقطة التانية، انت حضرتك ما دفعتش كاش في البنك. لو عايز نفس العائد ده يجيلك ده هيكون الفلوس بتاعتك كاش، ما ينفعش تدفع جزء للبنك وتقول له انا كل سنه هدي لك جزء بس اديني الارباح بتاعتي او الفوائد بتاعتي على الاجمالي، مش هيعمل كده. انما العقار بيعمل كده، قيمه العقار بتزيد كل سنه، زائد قيمه الايجار بتزيد 10% كل سنه، وده المتعارف عليه في مصر، والفتره الجايه هيبقى فيه طفرات في الحاجه زي كده، ممكن تبقى اكتر من 10%. فبالتالي انت بتكسب منه في الاصل، بتكسب في العائد، زائد كمان ما دفعتش الفلوس بتاعتك كاش. شكرا.